بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته طيبين الطاهرين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ البداية كده احنا هنعمل فاصوليا خضراء وفراخ ورز. البداية انا بسلق الفراخ، سوري، يعني زي اي حد ما بسلق الفراخ، بس انا بغسلها كويس بالليمون، بعمل لها محلول نقع الاول، ملح وسكر وليمون ساعتين، وبعدين بشطفها بالدقيق، بعدين بسلقها سلق عادي، بغلي المية واحط معاها بصل وطماطم وفص ثوم وحبهان ومستكة. خلاص ده سليق الفراخ، هو الحبهان اهو انا حطيته بس. وبعدين انا هعمل الفاصوليا الخضراء، انا ليا طريقه معينه. انا بحمر البصله بحته سمنه بلدي عشان دي في بيت ماما، وكل حاجه بلدي بلدي زي ما ماما كانت بتعمل، وحلل ماما وكل حاجه، الله يرحمها، دولة بالرحمه بالله عليكم. انا جبت الفاصوليا، انا بحمرها بشوحها مع البصله، علشان انا بحب اعملها ني في ني، مش بحب اسبك لها. فانا بشوح الفاصوليا مع البصل، مش بحط بصل كتير على الاكل عشان انا مش بحبه. بس والله بيبقى حلو يعني من غير البصل الكتير. بفضل اشوحها شويه كده مع البصل، وبعدين بغطيها واسيبها. انا لسه ما حطيتش توم، انا حاطه بصل بس، بصل وحته سمنه بلدي او اي نوع سمنه انتوا بتحبوه، يعني مش لازم زي. ودي الفراخ بتتسلق، انا بغلي الميه قوي قبل ما احطها، وانا كده بجهز الطماطم بتاعه الفاصوليا الخضراء، وبحط معاها واحده فلفل احمر وكم فص ثوم مع الطماطم. انا بوريكم اهو الفلفل، بس سامحوني في التصوير عشان انا اللي بصور وانا مش شاطره قوي، يعني مش احترافيه، سامحوني، انتوا حبايبي وهتسامحوني. ده بيت ماما الله يرحمها، والخلاط بتاعها وكل حاجه. انا بحس بالفرحه أوي لما اكون بعمل في بيت ماما، لان انتوا عارفين كل واحد اهله غاليين عليه قوي، الله يرحمها يا رب. وده الثوم احطه في الخلاط، والفلفل الاحمر والطماطم. ممكن في حد يعني بيحب يحط فلفل احمر حامي، بس انا عشان بابا راجل كبير مش بيحب ياكل حاجه حاميه، فعشان كده بعملها كده. بس يا حبايبي بضرب الطماطم زي ما قلت لكم في الخلاط، وخلاص على كده علشان احطها على الفاصوليا. تمام، احنا كده خلاص بنضربها برضه عشان نحطها على الفاصوليا زي ما قلنا. خلاص، صلوا على الرسول كده عشان ايامكم يبقى فيها بركه، ودي ايام خير، كل سنه وانتم طيبين. خلاص، ودي الفراخ انا بعصر عليها عصرة ليمونة وهي بتتسلق، دي بتخليها في حتة تالتة خالص ورابعة خالص، يعني بتخليها جميلة بصراحة، وكل اللي شرب الشوربة بيشكر فيها. خلاص دي الفراخ بتتسلق، ودي الفاصوليا انا لسه بشوحها عشان احط عليها الطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط بالفلفل الاحمر بالثوم. اوكي، اهو بقلب الفاصوليا وانا معاكم خطوه بخطوه، عشان في بنوتات صغنطاطين حلوين بيعلقولي وبيسالوني على حاجات كتير والله، فانا بحاول اعرفهم كل حاجه بالراحه. خلاص احنا حطينا كده الطماطم على الفاصوليا. اوكي، هنديها تقليبه حلوه كده، ونحط عليها شويه فلفل اسمر ونغطيها ونسيبها. خلي بالكم في حاجات ممكن بتقع مني، يعني ما بصورش الفلفل اوقات وانا بحطه، بس كلكم شطورات وحلوين وعارفين احنا بنحط ايه عليها. وكمان بنحط كزبره ناشفه حبه صغنطاطين كده عليها، عشان اي حاجه بنحط فيها توم لازم نحط معاها كزبره، ده الطبيعي المعتاد المعروف. وبصوا بقى الرز الفظيع الاختراع ده، رز بلسان العصفور، والله العظيم احلى من الشعريه كمان. وبصوا الحركة دي يا حبايبي، البنوتات الصغنطاطين عايزة تعرف ان مية الرز مظبوطة وتمام ومش زيادة ويطلع جميل، هتحطي المعلقة في النص، سبتت زي ما انا بعمل كده، خلاص يبقى كده الرز تمام ومظبوط وعلى الشعرة يعني. اوكي، اهي بصوا المعلقة ثابتة اهو ما بتقعش، انا بوريكم كده معناها ان مية الرز مظبوطة. اوكي، خلاص احنا كده برضو كان تاني الفاصوليا نشوفها ونطمنكم عليها. لازم بقى بعد ما تغلي غلوتين مع الطماطم بزودها شوربة من شوربة الفراخ، كده بقت اكنها متسبكة ونيف ني في نفس الوقت، بس والله جميلة وطعمة ولذيذة. والله مش بشكر في نفسي، والله اللي كلوا منها هم اللي قالوا كده،
انا بشوف حاجتي كلها حلوه وطعمها حلو، يعني اي حد كده بيحب نفسه شويتين. بس والله وفعلا الاكل حلو والله. بس انا بحط الشوربه عشان تبقى مظبوطه، يعني انا مش بحب الحاجه تبقى زياده، بس الشوربه عشان تسويها، عشان تبقى الفاصوليا مظبوطه ومستويه يعني. طبعا احنا كنا صايمين، كل سنه وانتم طيبين. فانا كنت بخلص الاكل قبل المغرب. اوكي. صلوا على النبي حبايب قلبي، صلوا على حبيبي سيدي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بصوا ده العصير اللي انا عملته، كوكتيل جميل، جوافة وفراولة وموز، وبعصر عليه ليمون علشان ما يسودش، وكمان بحط عليه لبن. المفروض احط عسل ابيض، بس انا لقيت العسل الابيض خلص من عندي، فحطيت شوية سكر مش كتير عشان ما يبقاش مسكر قوي يعني مع الصيام. بس اهي الفراولة والليمون والجوافة طبعا واضحة، وهو اللبن. بس برضو جميل والله، كوكتيل فظيع. وهو قبل المغرب احنا جهزنا اهو العصير والتمر، وهو فطرنا. وايه رأيكم؟ الفراخ والشوربة بتاعت الفراخ والرز اللي بلسان عصفور والفاصوليا الخضراء. اوكي. طبعا طبق السلطة لازم، ما ينفعش فطار من غير طبق السلطة. ويا رب كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يبلغنا رمضان جميعا واحنا في احسن صحة وفي احسن حال، وما نقص حد مننا ابدا يا رب يا رب يا رب. ويا رب يكون الاكل عجبكم، وحلفكم بالله اللي يشوف الفيديو يكملوا ويديني لايك حلو كده عشان القناة تكبر بيكم وابقى معاكم على طول. ويا رب يكون الشرح واضح للبنوتات الصغنطاطين اللي سألوني على شوية حاجات. في بنوتة سألتني على سليق الفراخ، وحضرتك بتنقعيها ازاي يا طنط؟ فانا حبيت اعرفها انا بنقعها بايه وبعمل ايه. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.